أكيد في يوم من الأيام وأنت قاعد في الشغل بتعمل التقرير اللي مش عايز تعمله، في الشركة اللي مش عايز تروحها، مع الزملاء اللي مش عايز تعرفهم، أكيد جه في بالك صاحبك الفريلانسر أو الإنفلونسر أو الانتربرينور رائد الأعمال المشهور اللي بتشوفه في التلفزيون. ساعتها قلت لنفسك إيه بقى؟ مش يلا بينا؟ بدل ما أبقى طور في ساقية ما افتح لي الساقية بتاعتي، وفيها إيه يعني؟ ما جيف بيزوس بدأ أمازون من جراج بيتهم، وبيل جيتس بدأ من فكرة، إيلون ماسك بدأ من الصفر، وتفكر جديا إنك تسيب الشغل، تبيع اللي وراك واللي قدامك عشان تعمل مشروع اللي بقى اسمه ستارت اب دلوقتي، تفتح لك مطعم مثلا عشان مفيش مطعم بيخسر، او كافيه لان الناس مش هتبطل تقعد على القهاوي، او تعمل ابلكيشن والابلكيشن تكبر فشركة عالمية تستحوذ عليك بمئات الملايين من الدولارات وتبقى جبرت. اكيد خطرت في بالك افكار من النوع ده، لكن قبل ما تسيب وظيفتك وتجري ورا شغفك عشان تبقى رائد اعمال، خلينا نسأل السؤال ده من الناحية النفسية، هل القرار ده مناسب ليك ولا لا؟ العمل الحر له مميزات كتير فعلا، مش كله نصب يعني على الانستجرام وناس بتتصور بلابتوب على البحر. لما الباحثين في الدراسة البريطانية دي تابعوا ناس سابوا وظايفهم وراحوا للعمل الحر، لقوا ان رضاهم عن حياتهم زاد، خصوصا لما النقلة دي بتكون حصلت بمزاجهم حتى لو الدخل ما كانش ثابت قوي. وفي الدراسة الألمانية دي لقوا ان اصحاب الاعمال كانت صحتهم النفسية والجسدية احسن بشكل ملحوظ من الموظفين. والتفسير مش ان العمل الحر ما فيهوش ضغوط لا سمح الله، لكن ان الواحد ساعتها بيكون عنده احساس بالحرية والاستقلالية، وإنه متحكم في قراراته، يعني يتحكم في طريقة الشغل، يختار العميل اللي يناسبه، يرفض مشروع، ينظم يومه بشكل مختلف، عكس الوظيفة اللي الضغط فيها بيبقى جاي من حاجات مالكش تحكم فيها، مدير متعب، سياسات شركة، اجتماعات ملهاش لازمة، أو قرارات نازلة عليك من فوق وما تقدرش تغيرها. يعني في الشغل الحر في ضغط عالي لكن معاه تحكم عالي، وده ممكن يكون أحسن للصحة النفسية من إن الضغط يكون عالي والتحكم قليل. كل الكلام ده حلو، لكن ماذا عن الجانب المظلم؟ العلماء بحثوا في الموضوع ده في دراسة اتنشرت في جورنال اوف بوليتيكال ايكونومي، وده من أهم الدوريات الاقتصادية العالمية، وسألوا سؤال مباشر جدا، هل العمل الحر بيكسب يعني أحسن من الوظيفة؟ والإجابة كانت مفاجأة. في أمريكا، حيث الحلم الأمريكي، أصحاب العمل الحر بعد 10 سنين في البيزنس كان دخلهم في المتوسط أقل ب35% من الموظفين اللي بيعملوا نفس الشغلان. يعني العمل الحر ممكن يديك حرية وتحكم ومعنى وإنك تبني حاجة بتاعتك، لكن مش شرط يديك فلوس أكتر أو أمان مالي أعلى، خصوصا لو عليك ديون وأقساط ومصاريف عيال وإيجار وعميل بيطلب منك تعديل صغير الساعة 2 الفجر. ده على افتراض ان المشروع مشي كويس اساسا. حسب تقارير البنك الدولي، نسبة فشل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ممكن توصل ل 60% خلال اول 5 سنين. بص، انا مش جاي احبطك، لكن جاي اقولك ان الطريق مش وردي زي ما البوستات التحفيزية بتحاول تأكلك البلوزة، لان في عوامل خارجية ملهاش علاقة بشطارتك، زي المناخ الاستثماري والظروف اللي انت عايش فيها، ده غير عوامل خفية رصدتها الدراسة دي. مجموعة من الباحثين الامريكان سألوا سؤال حساس، ليه الشركات اللي بيملكها السود اقل نجاحا من الشركات اللي بيملكها البيض؟ ده كان اسم الدراسة فعلا، والإجابة ما كانتش بسبب العنصرية ولا الشهادات ولا الذكاء أو الاجتهاد، لكن حاجة غريبة جدا اسمها بيزنس هيومن كابيتال، اللي هي باختصار إن الشخص يكون كبر في عيلة عندها بيزنس عشان يكتسب منها صنعة التجارة. الراجل الأبيض كان أبوه عنده محل أو عمه عنده شركة أو اشتغل في الصيف في بيزنس العيلة، فاكتسب خبرة تجارية وشبكة علاقات مفيدة، وفهم خفايا وزخانيق ولغة السوق، مين هو أحسن مورد، إزاي تتعامل مع الزباين، مين المحامي اللي يحل المشكله دي، سلم على عمك جونسون المليونير صاحب ابوك، مستر واتسون عضو الكونجرس جوز عمتك، ده عم تومسون محامي الضرايب اللي بيلعب جولف مع خالك. وزي ما انت واخد بالك، دي حاجات مش بتكتسبها من دراستك في كليه اداره الاعمال. عندك جيف بيزوس ده اللي بدا امازون من جراج بيتهم، اهله ضخوا حوالي $250,000 من جيوبهم عشان المشروع يقف على رجله، اللي هم يعني $500,000 بقيمه العمله دلوقتي. وبيل جيتس ابوه ويليام جيتس المحامي الكبير جدا اللي حمل الملكيه الفكريه للبرامج بتاعه ابنه. والدته ماري ماكسويل جيتس سيدة الأعمال الكبيرة اللي أقنعت رئيس شركة IBM بالصفقة التاريخية اللي نجحت مايكروسوفت أساسا، يعني كأن أمه هي اللي جايبها له فعلا. حتى مارك زوكربيرج اللي غير العالم وهو لسه طالب في السكن الجامعي، أبوه كان غني جدا لدرجة إنه عرض عليه يشتري له فرانشايز ماكدونالدز عشان يبتدي بيه حياته. كنت تعرف المعلومة دي؟ لكنه رفض، قال له لا، ادفع لي مصاريف هارفارد عشان أروح أسرق الفيسبوك من صحابي هناك. فأنا مش عايزك تنخدع بالحواديت التحفيزية بتاعت التنمية البشرية دي. طبعا مش لازم أبوك يبقى غني عشان تنجح، والنجاح مش كله واسطة وكل حاجة، لكن الحقيقة إن مش كل الناس بدأوا من الصفر فعلا. فقدر الظروف والموارد والمناخ اللي انت فيه عشان تعرف مدى الصعوبة
الصعوبة اللي انت مقبل عليها. يعني لو انت من اللي اهلهم في مهن تقليدية بتقبض مرتب اخر الشهر وما تربيتش على صنعة التجارة وما عندكش حس البيزنس ولا ابن سوق وادارجي وابن كار، وفي نفس الوقت عايز تفتح بيزنس، يبقى على الاقل يا اخي اتدرب واشتغل في نفس المجال لحد ما تفهم تفاصيله الادارية، او تدخل مع شريك فاهم تثق فيه عشان يعوض النقص اللي عندك ده. انما ما ترميش نفسك في البحر عشان قريت لك كتاب كيف تتعلم السباحة بدون معلم وتنافس بيه ناس متربيين في البحر ابا عن جد. ده غير ان في نقطة مهمة بقى ناس كتير مش بتنتبه ليها. على المستوى النفسي مش اي حد يعرف يفتح بيزنس او يبقى فريلانسر، لان العمل الحر محتاج طبيعة شخصية معينة. ايوه بتكلم عن سمات الشخصية. تعال نتخيل كده انك قررت فعلا تسيب الوظيفة وتشتغل فريلانسر في البيت، تعمل نفس الشغل اللي كنت بتعمله في الوظيفة لكن هتعمله في البيت. ساعتها اول حاجة هتلاحظها ان انتاجيتك قلت، مش بتشتغل بنفس الايقاع ولا بنفس الكثافة اللي كنت بتشتغل بيها وانت موظف. لاول مرة تصحى من النوم ما تلاقيش حد واقف على دماغك، مفيش ديدلاين، مفيش مدير، مفيش زميل مستنيك تسلم التقرير بتاعك. والاول مرة الزمن بقى مرحرح، السرير جنبك، التلاجة آخر الطرقة، المسلسل اللي كنت عايز تشوفه هو مستنيك تخلص ال10 مواسم بتوعه، ولو مالكش مزاج على الشغل عادي الدنيا ما طارتش، واللي ما يخلصش النهاردة يخلص بكرة أو بعده أو لما ربنا يسهل. في الحالة دي احتمال كبير جدا تفشل في العمل الحر، مش عشان ما عندكش المهارات المطلوبة لكن لأسباب متعلقة بطبيعة شخصيتك. الدراسة دي شافت سمات الشخصية اللي عند رواد الأعمال مقارنة بالمديرين اللي بيشتغلوا نفس الشغلانة لكن في شركة، فلاقوا إن رواد الأعمال عندهم درجة أعلى من التنظيم الذاتي والانفتاح على التجارب الجديدة ودرجات أقل في العصبية مقارنة بالمديرين. يعني إيه الكلام ده بالبلدي؟ خلينا ناخد أول صفة وهي التنظيم الذاتي. يعني إنك تبقى مدير على نفسك، رقيب على أدائك عشان تحط جدول وتبقى منظم وتمشي عليه. لأنك لو إنسان هلهلي ومش منظم الموضوع ممكن يعدي لو أنت موظف في شركة، لأن في نظام حواليك وناس تانية ممكن تشيل تفاصيل كتير. لكن لو أنت فريلانسر فأنت نفسك الشركة، بتعمل شغلك ومعاه شغل السكرتارية والحسابات والمبيعات وخدمة العملاء والاتش ار والاي تي والراجل اللي بيجي يصلح البرينتر ده، فلازم تبقى انسان منظم. والصفة التانية اللي محتاجها في العمل الحر هي انك تبقى open to experiences، يعني منفتح على التجارب الجديدة، يعني بتحب التجديد، تتعلم، تجرب، تطور، تستحمل ان كل يوم مختلف عن اللي قبله. فلو انت انسان تقليدي عايز تعمل نفس الحاجة كل يوم وتقبض اخر الشهر، فالعمل الحر هيتعبك جدا، لانه مراجيح، كل عميل غير التاني وكل مشكلة غير التانية وفلوس كل شهر غير الشهر اللي بعده، وهتحتاج تاخد قرارات كتير من غير ما تعرف نتيجتها. وده بيتطلب درجة كبيرة جدا من الاستقرار الانفعالي عشان ما تقلقش وتتوتر من عدم اليقين اللي بتشوفه كل يوم. كل الصفات دي كوم، والصفة الجاية دي كوم تاني خالص، وهي صفة اللطافة، agreeableness. لو انت بتراعي الناس ولطيف ومتعاون وبتعمل خاطر للآخرين وبتقول حاضر، دي كلها حاجات ممكن تبقى مفيدة لو انت شغال موظف، لأن في النهاية في مدير شايل المسؤولية وبيقيم أدائك وبينبسط انك بتسمع الكلام وهو مرتبك بينزل آخر الشهر. لكن في العمل الحر الصفة دي ممكن توديك في داهية. في الدراسة دي اللي شملت بيانات من 20 دولة لقوا ان رواد الأعمال الناجحين بيتوسعوا ويكبروا ويحققوا نتائج أحسن لو كانت الصفة دي عندهم قليلة بشكل ملحوظ، مش عشان هم ناس وحشين لكن لأن السوق محتاج كده. لو انت طيب وأجريابل بزيادة وبتحب ترضي الناس ومكسوف تقول لا أو خايف تكون سخيف وانت بتتفاوض، مش عايز تزعل العميل أو الشركاء أو الناس اللي شغالين حواليك، عارف ايه اللي هيحصل؟ العميل هيزود التعديلات ويأخر الدفع ويفاصل في السعر، وشريكك هيغير الاتفاق في نص الطريق، والمورد هيرفع السعر ويتأخر في التسليم، وكل واحد فيهم هيقول لك عادي يا عم ده انت ابو الجدعنة. يعني في الوظيفة اللطافة هتخليك محبوب، في العمل الحر اللطافة هتخليك مديون. وقبل ما نخش على الحلول العملية للكلام ده كله، خلينا أقولك على آخر صفة اللي لازم تكون عندك، وهي إنك تكون اجتماعي رغم إنك شغال في البيت. كتير من اللي بيختاروا العمل الحر بيكونوا انطوائيين، بيعرفوا يركزوا أكتر بعيد عن دوشة المكاتب والاجتماعات اللي ملهاش لازمة اللي ممكن تخلص بإيميل دي. لكن الحقيقة إن الشخص الاجتماعي بيكون أنجح في العمل الحر من الشخص الانطوائي، وده اللي لقته الدراسة الأمريكية دي اللي منشورة في Quantitative Economics. والتفسير إن الانطوائي ممكن يبني منتج عظيم وكل حاجة، بس في البيزنس في لحظة كده لازم تبيع المنتج بتاعك وتسوق لنفسك. وهنا الاجتماعي بياخد أفضلية لأنه بيعرف يجيب عملاء ويبني علاقات ويتفاوض ويتكلم عن قيمته من غير ما يتكسف. فالموضوع زي ما انت شايف كده محتاج طبيعة شخصية معينة، مش مجرد إتقان للشغل. طيب
بعد الرغي ده كله المفروض نعمل ايه يعني؟ اسيب الشغل وافتح مشروع ولا انت بتضلمها في وشي؟ شوف يا سيدي، اول حاجه بلاش تستقيل دلوقتي. دي دراسه مهمه جدا لقت ان الناس اللي بداوا مشروعهم وهم لسه محتفظين بوظيفتهم كانوا اقل عرضه للفشل من اللي سابوا الشغل فورا كده ودخلوا العمل الحر كده خبط لازق. فاختبر المشروع الاول بفلوس حقيقيه قبل ما تتفرغ له، لان اللايكات مش دليل، الناس اللي بتقول لك فكره جامده مش دليل، صحابك اللي بيجاملوك مش دليل. شوف هل في عميل بيدفع، هل في طلب حقيقي، هل عرفت كل التكاليف والخوازيق بتاعت البيزنس ده، هل انا اصلا بحب الشغل ده بمشاكله ولا بحب تخيل نفسي وانا بعمله. يعني سيب الشغل لما السوق يثبت لك انه عايز مشروعك، مش لما تزهق من وظيفتك. تاني حاجه أمن نفسك مادياً، يعني احسب مصاريفك الشهرية الأساسية، السكن والأكل والمواصلات والديون والعلاج والحاجات دي كلها، وبعد كده اسأل نفسك هقدر أعيش كام شهر من غير دخل؟ لأن أي مشروع مش هيبتدي يجيب دخل من أول كام شهر يعني. ولو المشروع فشل لا سمح الله، هل هتقدر تتعافى وتلم نفسك ولا لا؟ ده مهم لأن القلق المالي ممكن يحول حلمك الجميل لفيلم رعب. ولو عندك أسرة والتزامات ومدارس وأقساط ومصاريف، ما ينفعش تتعامل مع الموضوع ده كأنك شاب صغير بيجرب وعايش على المغامرة والشغف، لأن الشغف مش هيدفع لك فاتورة الكهرباء. تالت حاجة افصل بين البيت والشغل. في العمل الحر خطر جدا إن الشغل يدخل في الحياة والحياة تدخل في الشغل، فتلاقي نفسك لا اشتغلت بجد ولا ارتحت بجد. كن منظم وحط حدود نفسية بين الشغل والبيت عشان تعرف تنجز بشكل كويس. حدد تارجت معين لكل يوم، خصص مكان للشغل، روتين ثابت، بداية ونهاية واضحة لليوم، لأنك لو ما عملتش حدود هتشتغل طول الوقت وتحس إنك مقصر طول الوقت، وده أسرع طريق للاحتراق النفسي. رابع حاجة اتعلم بيزنس جنب شغلك. لو انت كاتب او رسام او مدرب او ديزاينر او مبرمج او استشاري، مهارتك المهنية لوحدها مش كفاية، لازم جنبها تتعلم بيزنس زي التسعير والتفاوض ومتابعة الفلوس والتسويق الشخصي وإدارة الوقت، ايه البرامج اللي انا محتاجها والناس اللي ممكن استعين بيهم. الفريلانسر الناجح مش مجرد شخص شاطر في اللي هو بيعمله، لكنه شركة صغيرة ماشية على رجلين. خامس حاجة عوض نقص الخبرة التجارية. لو عايز تفتح مشروع في مجال معين اشتغل فيه الأول، لو عايز تفتح مطعم اشتغل في مطعم، عايز تفتح كافيه اشتغل في كافيه، لو عايز تعمل شركة لازم تفهم البيع والعقود والعملاء والتشغيل والتحصيل بيمشي ازاي اصلا على ارض الواقع. يعني اكتسب المهارات الشخصية اللي البيزنس محتاجها، او جيب لك شريك فاهم الحاجات اللي انت مش فاهمها. بص، هو طبعا يعني انت مش لازم تبقى فاهم في كل حاجة، بس على الاقل اعرف ايه اللي انت مش فاهمه. سادس حاجة ابني حياة اجتماعية بديلة. الوظيفة رغم عيوبها بتديك مجتمع جاهز حواليك، حتى لو مجتمع رخم، ناس بتشوفهم كل يوم، بترغي معاهم، خناقات على التكييف، حد يقول لك صباح الخير، حد يبعت لك ايميل ملوش لازمة. لكن العمل الحر ممكن يخليك وحيد جدا لو ما خدتش بالك. عشان كده لازم تعمل لنفسك مجتمعك الخاص، زملاء مهنة، مؤتمرات، مساحات عمل مشتركة، ناس تفهم شغلك وتتكلم معاك حواليه، او حتى اعتبر قعدك على القهوة مع اصحابك ضرورة نفسية مش رفاهية، لان العزلة مش بس بتأثر على صحتك النفسية، دي بتأثر كمان على فرصك المهنية. خلاصة الكلام، الوظيفة ممكن تبقى امان نفسي واستقرار مادي وفرصة تحوش بيها الفلوس اللي تستثمر بيها في حاجات بعدين، والعمل الحر ممكن يديك حرية وتحكم في حياتك، لكن الباكج فيها دخل مش ثابت وضغط نفسي وعزلة ومسؤولية كاملة على كتافك. فهل مستعد تدفع الفاتورة دي؟ اللي نجح من الصفر غالبا صفره غير صفرك وظروفه غير ظروفك، فقيس على معادلتك انت مش على قصة متمنتجة في بوست تحفيزي. وقبل ما تسيب شغلك وتشتغل في العمل الحر اسأل نفسك، هل عندي المهارات النفسية والمهنية المطلوبة؟ هل عندي خبرة تجارية في المجال ده او معايا شريك يعوضها؟ لو الإجابة هي يبقى خد الموضوع خطوة بخطوة وابتديه الأول جنب الشغل لحد ما يبتدي يجيب نتيجة. ولو الإجابة لا، يبقى عيد التفكير وما تصدقش بتوع التنمية البشرية اللي بيقولوا لك اتبع شغفك وتروح لابس في الحيط. فكر كويس واحسبها صح، وقبل ما تدوس في الموضوع ما تنساش تدوس لايك وشير وتحكي لي تجربتك. كان معكم دكتور شريف عرفة، أشوفكم على خير وفوتكم بعافية.